السلام عليكم احبابي، نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال ان شاء الله يا رب. شكرا لكم الكومنتيرات ديالكم زوينه، كلامكم طيب لا يخطيكم عليا. انا كنحبكم، انا نعطيكم كل الحب والتقدير لكم يا ربي. اليوم ان شاء الله كيف ما وعدت انني غندير لون البشرات، ولكن جاني الاحساس انني نديرهم بخط الرمل، يعني على حسب حضور الروحانيه اللي كاينه. وان شاء الله غنديره لكم حتى بالكارطه. بالنسبه للناس المحبين القراءات بالكارت اكيد غنلوح لكم الحنطيه والبيضه والسمراء بالكارطه، ما بقاش نبخل عليكم من الحنطيه والسمراء والبيضه، دائما غنلوح لكم. وعلى ذكر هذا الموضوع هذا، وان ممكن ان البيضه تشوف الحنطيه، لان كاينه اللي كيتغير لها اللون ديالها غير مع الشمس، كتكون ديجا بيضاء وتغير لها اللون ديالها. وممكن تتبع عاوتاني الحنطيه تتبع البيضه كذلك، يعني كاين واحد انسجام بيناتكم. والسمراء ماشي مشكل، كتبقى عاوتاني على حساب الطاقه وعلى حساب لون البشره، لان كاين اللي لونها مفتوح، كاين اللي معجون اللون، كل وحده واللون ديالها. فهي كتبقى مجرد طاقه والنيه ديالك ملي كتشوفي في الفيديو شنو طالع عندك. ما تنساوش اللي بغى قراءه خاصه يتواصل معايا في الخاص. مرحبا والف مرحبا. القراءه مدفوعه الاجر اكيد، يعني الخاصه مدفوعه الاجر. تواصلوا معايا في الواتساب، صيفطوا ميساج غنجاوبكم. الا ما جاوبتكمش مكالمه خليو اوديو، راه غادي نرد عليكم اكيد. وبالنسبه للناس اللي كيجيهم اختلاف في الصوت في الفيديو وفي الخاص، فراه انا اللي كنجاوب وانا اللي كنصور، راه ما كاينش جوج، فانا وحده باش نوضح هذه المساله هذه. شخص واحد اللي كاين، يعني انا اللي كنجاوبكم في التليفون وانا اللي كندير لكم القراءه في الفيديوهات. فقط الفيديوهات كيكون مونتاج، كيكون بزاف د الحوايج باش تكونوا في الصوره. هادشي اللي كاين، ومرحبا والف مرحبا. بالنسبه ما تنساوش اكيد لايكات ديالكم البنات فضلا وليس امرا، ولكن لايكات فتوح الجواد فتوح رجال الله. هادشي كله لان فيه طاقه وقراءات باش تكون طاقتكم قويه وتعطي اكثر. لايكات ديالكم، كومنتير، خليو لي الراي ديالكم في القراءه، خليو لي يعني التعاليق ديالكم والكلام ديالكم اللي كنحبوا كذلك كنقراه. فان شاء الله مازال غندير لكم قراءات على حسب لون البشرات الحبيب. غنلوحوا لكم يعني الحنطيه على حسب لون البشرات الحبيب ديالها، البيضه كذلك والسمراء كذلك بالكارت اكيد. نشوفوا نبداو على بركه الله. طاقتك ونورانياتك وجوادك وحالك في هاد العواشر هادي وفي هاد الوقت هذا وهاد يعني هاد الموسم ديال الخريف، وبنادم مخربق والجو عنده ما هواش. فنشوفوا الامور ديالك كيفاش غاديه. نبداو على بركه الله. بسم الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا اله الا الله، محمد رسول الله، استغفر الله. خليوا لي لايك البنات وكومنتير، وديروا اللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه فضلا وليس امرا اكيد، باش يوصلكم كل جديد. قريبا غندير لكم لايف وغادي نتكلموا فيه الى الجواد وعلى الحال بطبيعه الحال ان شاء الله. نبداو على بركه الله. قراءه البيضاء. الله على بنت رجال الله، الله على بنت الجواد. مرحبا بك. البيضة اللي سعدها حار وما لاقياها لا من البعيد ولا من القريب، ولكن ماشي مشكل، كتضحك وكتحاول تلف وتنشط. كتباني لي هنا عندك ارهاق وتعب جسدي بزاف قوي حاليا. اللي عندك الم من الماضي، سواء فلتو بين يدك حوايج، زواج، علاقه، انسان ابيض وانسان خمري، يعني علاقه من الماضي مازال الجرح ديالها عميق، مازال باقي فيها الجرح، باقي فيها مشاكل، ولكن كانوا اسحار. كان سبب الانفصال سحر، ولكن هذا الانسان مازال تفكر فيك وخايف يقرب، مازال تشوف ليك وخايف انه يقرب ليك او يتكلم معك، لانك يقول ان هذا البعد فيه خير ليا وليها. فان شاء الله بحول الله انتي انسانه مباركه، انسانه اللي عندك ميزات، انسانه اللي جميله وعندك امور اللي روحانيه قويه، احلام، اشارات، ارشادات من الروحانيات ديالك قويه، واحلام اللي فيهم رسائل من الاجداد. يعني هنا كتباني انك عندك رسائل من الجذور ديالك، يعني كتحلمي بالجده او الجد او الام، او كتحلمي بالاب، او كتحلمي يعني بالناس اللي فاتوك في الخبره او فاتوك في علم الطاقه وعلم الروحانيه.
انت انسانه معالجه، يديك فيها بركه، والنظره ديالك والجلوس ديالك مع الناس فيهم بركه وفيهم اسرار عميقه الا عرفتيها تمشي بعيد في هذا العالم. انسانه اللي تقدي تشفي القريب والبعيد فقط بنبره صوتك، فقط بلغز منك. يعني تقدي تفكي شفرات او تفكي علاقات فيهم اسحار، فيهم مشاكل، انسان عنده مس شيطاني، عنده امور خبيثه، تقدي تفكي هاد المسائل. وانتي اللي يقولوا عليها مرا ونص، قوطه حادقه حاره. ملي كنقولوا حادقه ماشي غير في الشقه والنقاء والتقى، لا، تحطي على الجرح ابره. انسانه اللي يعول عليك الواحد، انسانه اللي واخا ما كاينش علاقه عاطفيه ناجحه، ولكن انسانه مستقله، انسانه اللي عندك حب لذاتك. واخا هادشي تهرس فيك واحد الوقت وما بقاش، ولكن بحال بديتي كتراجعي نفسك وتراجعي الروحانيه ديالك او الطاقه ديالك. حاليا كانك متبعه رقيه، متبعه علاجات، وغير راسك كتعالجي راسك براسك. راه قلت لك الدواء في يديك والشفاء في يديك بعد الله سبحانه وتعالى. قاده باللي تشفي راسك وتعالجي راسك وتبعدي من الناس اللي نمامه وفيهم المشاكل. انتي واخا كتبغي تقراي هاد القرايه او كتسناي القراءه ديالي بفارغ الصبر، عندك بزاف الاسئله، عندك بزاف الاسئله في راسك وباغا لها الحل. واش انا تعالجت؟ واش انا غادي نوصل للاهداف ديالي؟ كاين بيت، شراء بيت او كريدي، طاقه عليها مال، عندها علاقه بدار، غتكونوا فيها خير، واوراق غيتسناو مع محامي، وغيتقضى الغرض من بعد ما تعطل مده طويله سنين. امر كيتعكس وكيوقف، والحال ديالك كتوصلوا للحيره وكتغيري. ماشي غيره ديال انك كتحسدي الناس، لا، كتشدك الغيره على نفسك، على انك خاصك تبادري وتعاودي وتوقفي من بعد ما طحتي مرات ومرات ومرات ومرات. ماشي عاد دابا التغيرات غيبداو يبانوا. هاد شهر 10 كانه اختبار ليك ودوزتي فيه ازمه نفسيه قويه، الان باقا كتعيشيها ومازال باقا يعني غاده في هاد العيشه ديالها، ولكن كتحاولي تبادري او كتحاولي تجاوزي هاد الازمه هادي تجاوزيها. ماشي بطبيب نفساني وماشي بدوايات وماشي بزاف د الحوايج. كتوهمي المرض او كتوهمي انك ضارك في الجسد شي حاجه او عندك مشكل، ملي كتمشي للطبيب ما كتلقاي حتى حاجه. انتي عندك اعصاب ولازمك راحه، وكانك خاصك تمشي للطبيعه او تواصلي مع الطبيعه او ديري رجليك في التراب او في الرمل ديال البحر، تمشي حفيانه، تجلسي مع راسك، ديري خلوه ربانيه بينك وبين الخالق، تستغفري، ديري اوراد، ديري زيوت اللي عندها علاقه بانها تريح لك اعصابك. مثلا زيت الخروع، زيت الياسمين، زيت الورد، يعني زيت الخزامه. هادشي كله غادي ينفعك حتى من البشره ديالك ولات ناشفه بزاف. تقدري تاخدي فيتامينات ديال البشره او ديري بحال زيت الحلو، زيت اللوز الحلو، دهني به البشره ديالك. علاش؟ لانك انتي واحد الانسانه لازمك اعشاب طبيعيه او تعالجي بتداوي الاعشاب، لانك انتي عندك هاد الصفه ديال انك ديز لك تبكي الحنه، ديز لك انك ديري امور اللي طبيعيه بيو، كتبغي هاد المسائل هادو. ماشي خاطرك، حيت ما كيوافقكش دواء الطبيب، ما كيوافقكش انك تمشي للعياده وتشمي ريحه السبيطار وتشمي ريحه الدوايات. والله يحفظك والله ينجينا ونجيكم من هاد الاماكن. انتي عندك دبدبات زوينين لازمك تحافظي ليهم، وتحاولي انك تسترخاي. عندك العصاب بزاف والافراط في التفكير. اخفي النفس فيك، لان كاين الجديد في طريقك، حتى
حتى من ناحيه العمل غادي يتبدل. ماشي غتبدلي الخدمه، غادي يتبدلوا الناس اللي معاك في الخدمه، ليكيب اللي خدامه معاك في الخدمه. ومن مورا هادوك ليكيب اللي غادي يتبدلوا، انتي غيكون عندك واحد الاريحيه في العمل، والطاقه ديالك غترتاحي فيها اكثر. ما غتبقايش تحسي بتعب جسدي، غتولي تخدمي وانتي اليز، ما يبقاش عندك تفكير حتى من الناس او مالين شي او الباترون ديالك غيتعامل معك بطريقه اللي مزيانه، اللي انتي غتستغربي وكيفاش. حاجه اخرى لازمك دوزي الى عينيك، او عندك مشكل او كديري نظاظر وعندك مشكل في عينيك، سواء كضراك او كتاكلك بزاف، عندك حساسيه ماشي غير الشوف، انما عندك حساسيه، غدوزي الى عينك. ما غتكونش عندك شي حاجه، وانما فقط كي قلت لك حساسيه، غديري تقطيره او غديري شي حاجه، ويستحب تاخدي ما ورد طبيعي وتمسحي به العينين ديالك، او تحطيه الى العين، او خيار تحطيه الى عينك، لانك انت عندك ارهاق، سواء كتخدمي في بيسي بزاف، كتشدي التليفون بزاف، ودوك الاشعه الزرقاء كوني اكيده انها حتى هي كتاثر لك على الهاله ديالك، او كتشابك مع الاثير ديالك او الروحانيه ديالك. ومني كتجي تنسي او مني كتفيقي كيكون عندك واحد التعب في الرقبه وفي الجسد. انتي هاد الايام عندك الميمه الحمدوشيه طالعه بزاف، والميمه السودانيه اللي ننصحك بها هو الحنه، ديري معاها المزهر شويه السكر ودهنيها للحمك اثنين وخميس، ونهار الجمعه الا ما عملتيش الخميس تعومي بالجمعه، وديري القهوه غوماج ودهني بها الوجه ديالك او تدهني بها الكوخ ديالك، لانك كتعياي، وهادو كلهم كيزولوا لك الطاقه السلبيه. عين شاده فيك بزاف، هاد العين هادي خصوصا لابراجها مائيه وترابيه، شاده فيك بواحد الطريقه قويه، حتى الابراج الناريه. يعني هنا القراءه ديالك كتقول بلي الا درتي لدون او درتي يعني شبه او مسك اسود، هادشي كله غينظف لك طاقتك وغترتاحي. ماشي كنقولوا حنا راحه تامه وداكشي بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن غترتاحي من ناحيه ديال الحسد، لانك مريضه عيانه مفاصلك ضارينك واحد الارهاق، وان شاء الله غيكون عندك طريقك فيها نور. وردي بالك من انسانه لونها خمري، هاد السيده هادي كبيره في السن، كبر منك في السن واحد شويه، وانسانه اللي حسوده، كتشوفك بعين يعني خايبه، ما كتشوفش بعين زوينه، ما كتشوفش بعين الرحمه، تابعاك كتهضر فيك بزاف مع النساء، كدوي فيك على اساس انت اللي مهتمه بشكلك وكتسحبي راسك شي حاجه، وانت انسانه اللي مستفزه، بداك الاهتمام وداك الرقي اللي عندك في الاناقه ديالك وفي الكلام ديالك وطريقتك في اسلوبك في الهضره وحداكتك طيابك ماكلتك، كلها كتحسدي اليها، كلها كتمرضها هي. يعني هاد الحسد اللي كيجيك راه ماشي عادي، خصوص النساء، انتي كيكرهوك النساء، محبوبة الرجال وكتكرهي عند النساء، سبحان الله. شوفي، اول حاجه تغيير كاين وبدايه جديده وخطوات، ماشي غير خطوه وحده، وزواج ان شاء الله، خصوصا العزيبه اللي ما عندها حتى شي انسان في حياتها. غيظهر انسان خمري وانسان بيض، وغتحطي بين خيارين، جوج اختيارات غيكونوا عندك، ديال انك تبداي بدايه جديده مع انسان اللي غترتاحي معاه، غتكوني معاه بخير، غادي تحسي براسك او بطاقتك ديال انسانه وحده اخرى، وهو غيكون زوهري وعنده ميمون وعنده حتى الميمه، اللي ما غيكون نفس الطاقه ديالك ونفس الروحانيه ديالك، اللي غيفهمك الا زرتي، الا خرجتي، بغيتي تفوجي، كنتي مقلقه، كنتي ضحكه، في كاع الحالات ديالك غيحبك وغيبغيك، اللي غيفهمك وغيسندك
وغيكون في الجنب ديالك. غتقول لي امتى غنلقى هذا الانسان؟ اول حاجه خاصك تصالحي مع ذاتك، تصالحي مع شخصيتك، وتحاولي ما ديريش طاقه الانتظار. انت راك كتسناي، عيشي حياتك عادي، وما ديريش طاقه الانتظار ديال انك كتسناي شي واحد غيجيك انه منقذ او غينقذك من العيشه اللي انت عايشاها او غيغير فيك شي حاجه. لا، غادي تشوفي راسك انك تستحقين هذا الانسان انه يبغيك وانه يكون معاك وانه يكون في جنبك، لانك انت كتستحقي هذه الحاجه، ماشي حيتاش كتسناي باش غادي يدرج واحد الجانب ديال انت خصك تسمي مزوجه. ميساج وصلك؟ لان هكا انت كتفكري. تفكيرك غيتغير من الناحيه العاطفيه، ودائما العقل ديالك خدام اكثر من القلب ديالك، وهذه حاجه زوينه. تجرحتي بزاف وتكويتي بزاف، ما بقيتيش قادره وما بقيتيش باغا هادشي، عندك بزاف الافكار، كتحاولي انك تغيري المكان اللي انت فيه، سياره، تغيري الدار، تغيري يعني النمط العيش ديالك، سواء في التغذيه ديالك سواء في افكارك. باغا تبدلي، كتقولي الانسان كيعيش غير مره واحده. انا بغيت نبدل حياتي، بغيت ندير شي حاجه اللي تفرحني، بغيت نبدل البلاد، بغيت نخرج، خصوصا اللي طالبه الله على سفر بلاد بعيده. بغات تسافر، ما باغاش تبقاي في نفس المكان، ما باغاش تبقاي محبوسه في نفس البلاصه وتعيشي نفس العيشه، ما باغاش هادشي. مازال غتسافري وغتسافري لبلد اوروبي وغتعيشي مرتاحه، وخا في الاول راك غادي تتعبي، يعني السنه الاولى بالاستقرار وهذا، ولكن اهم حاجه هو انك تلتقي مع انسان اجنبي اللي اوراقك او مسائل ديالك غيكونوا بخير وعلى خير، لانك انت عندك اول حاجه الجزاره. كاينه فيكم من اللي عندها زيارات او كتقوم بزيارات ديال اولياء الله الصالحين، كانها كتشوف هادشي في المنام ديالها. ملي كتحلمي بالمنامه مره وجوج وكتكرر معاك، كيعاودوا يوقف لك الولي وكيعاودوا يوقف لك عاوتاني ومره وجوج وثلاثه، فلازمك تمشي لهذاك الولي صالح وتزوري. كنشوف انا هنا ناس اللي كيتفرجوا فيا وكأن القراءة ما واصلهمش او ما انطبقتش عليهم. البعض دائما الانسان اللي ما كيعطيش نيته او ما كيديرش واحد الحاجه، كلمه طيبه، لايك، شي حاجه، ما غاديش توصلوا هاد الطاقه. لانني انا الحدس ديالي هنا وداكشي اللي كنشوف ان انسانه تقول انا ما دارتش لي هاد القراءه وما جاتنيش، زعما ما جاتهاش بداكشي اللي بغات. لو كنت شبك طاقتك معايا غتبان ان الاكثريه كتنطبق عليهم القراءات. عندك طاقه زوينه وبدايه، سمحوا لي هذه بين قوسين لان جاتني في ودني هاد المساله هذه. طاقه زوينه وبدايه وتغيير مكان اختي البحر لابد لك منه، لانك انت المكان اللي انت فيه حاليا ماشي ديالك نهائيا، فيه سلبيات، فيه مشاكل، فيه امور اللي فيها اسحار وفيها مشاكل وفيها خبث وكيتلك اعداء، وعندك ناس قراب لك كيسحروا لك انت والراجل ديالك، خصوصا اللي عنده سحر الارحام. هاد سحر الارحام داير لك نزيف، داير لك يعني عندك عارض او كما كنقولوا واحد المانع ديال انك ما تولديش او انك ولو يكون عندك الطريق، يعني هذاك الخادم اللي تخدم لك هو انك يكون، لانك يبان ليه هنا دم، نزيف، امور اللي خبيثه اللي حبسات لك الطاقه ديالك او حبسات لك امورك اللي عندهم علاقه بالفراش. ما يقربش لك الراجل، ما يكونش واحد العلاقه، ما يكونش يعني حتى ديك الاستقرار عاطفي مع راجلك او الاستقرار في المنزل ما كاينش. دائما مشاكل، دائما مناوشات، دائما غيارات، العتبه تجمعيها بحال ما كتجمعش، كتحسي بالغمه، بالقلب ديالك مزير عليك بسوره البقره تقريها يوميا، يعني كل نهار تقراي سوره البقره ولو فك دم الحيط، تقرايها فقط على الهاتف، تقرايها على ما في اوراق سدر وتشربيه، ان شاء الله يكون الشفاء. ولو انك
كديري رقيه او كديري مسائل وكتحسي براسك انك كتزيدي تزيري او كتزيدي تمرضي في الروحانيه ديالك او كتزيدي تمرضي في الصحه ديالك واحلام اللي مزعجه وهذا الشيء ماشي زعما اول مره، فراه دائما كيطرى معاك. طاقتك كأن انسانه اللي عندها واحد القلب اللي قصاح، قد ما كان هشيش، قد ما كنتي المحنه وهذا، ولكن ماشي قصاحيتي على كل شيء، انما قصاحيتي مع الزمان اللي قصحك او الناس اللي ضراتك واذاتك وسببت لك مشاكل وخلقات لك عداوه بينك وبين راسك. اول حاجه وليتي كتكرهي راسك، كتكرهي المكان اللي انت جالسه فيه بسبب اسحار خبيثه جاتك من طرف رجل ابيض اللي ضرك، اللي ازمك، اللي الان انت باقي ودك وقف الحال، كتجري وتجاري وتعالجي وعطيتي فلوس ما خليتي ما درتي الدون غير كيبرد عليك، كيحيد واحد الجزء من السحر. البخور كذلك ومثال. وانما الرقيه اللي تديريها انت لراسك هي اللي فيها علاج. ملي كتحلمي بايات قرانيه او كتشوفي شي حوايج في المنام، لان انت عندك الرؤيه مكشوفه في المنام، كانك كتسافري لعالم اخر، وهذه ماشي اول مره. ملي كتعالجي راسك برقيه او بشي حاجه وكتعاودي كتشوفي منامات وكتنوضي كتقومي بهذاك الشيء اللي شفتيه، فراه كانك كنتي كتواصلي مع عالم تاني في الحلم اللي كيجي كيبشرك باش نطبقي اش من ولي صالح تزوري، اش من حاجه ديريها، وكيعطيك ارشادات اللي انتي عندك علاج روحاني. بمعنى علاج روحاني، انسانه معالجه، انسانه اللي تقدر انها تداوي راسها قبل ما تداوي الناس، تنصح راسها قبل ما تنصح الناس، تفك راسها قبل ما تفك الناس. الدماغ خدام والعقل حاير، العينين باكين ونشفوا من الدموع، والقلب ربي اللي كيعلم به. الحال مبدل الحمد لله وغيتغير الاحسن، دوزتي لي دوزتيه ولله الحمد. ربي كبير والنعمه ديالو ما عمرها ما كتحبس، دائما ربي غينعم عليك بكل الخير، لان القلب الطيب والقلب الصافي والقلب حليب، واخا بنادم نوالك الغبينه ونوالك الشر وكيدعي فيك بالحاجه الخايبه، ولكن مول الدعوه كيدعي وربي كيشوف. والدعوه دائما بالحق، وانتي ما ديتي ما سحرتي ما ضريتي حتى شي حد الحمد لله، بالعكس هما اللي اداوك وكيخلصوا قدامك. ملوكك اللي شادينك دابا بزاف هو ميمون وعيشه، حاولي ما امكن اللي هي المهمه الحمد وشيه، ما امكن اثنين والخميس تشعلي ضو بيض، شميعه بيضه حداك، ديري صواب، ديري شغل، انك كيبان لي انك انتي مولفه كديري واحد الحاجه مع جوادك، كيبان لي الشمع وهادشي مولفه كديريه. فهاد المسائل كلها صالحه كنتي ديريها مره. ما تنسيش جوادك من الصواب، ما تنسيش جوادك من الهضار، ما تنسيش جوادك من الضوء، من الصدقه. هاد المسائل كلها لازمك ديريها، ما تبخليش على جوادك بها. الزياره ضروري طيحالك في مكان بحري، سواء سيدي عبد الرحمن، سيدي موسى، تمشي تزوري. ملي غتزوري كتفاجئي، خصوصا الا مشيتي لبلاصه فيها البحر، حتى بالنسبه للناس اللي عايشين على برا وحداك البحر، او الا ما قدرتيش اي مكان يكون فيه الواد او يكون فيه يعني فقط واحد الطبيعه تجلسي فيها، تحاولي انك تاملي، تاخدي نفس عميق وترتاحي، لان انت روحانياتك ما كيبغيوش الروتين، كتخنقي، كتزمتي، كيجيك الملل، كتحسي بالوحدانيه وكتحسي بالفقدان. وهذا الشيء بالضبط فيه الم كبير وجرح عميق صعيب يداوى، ولكن مع الوقت كيداوى وكيتحيد هذا الشيء، لان كاين علاج من سحر وشفاء غيبدا يبان لك ما بين شهر 11 وشهر 12، غتبداي تحسي بالفرق. وحتى من ناحيه الذكور غيبداو يبانوا بشكل غريب، بمعنى وان بنادم يبغي يتعرف عليك. وملي كنقولوا ذكور يعني واحد الرجال
اللي عندهم مكانه، عندهم خصوصا انسان حنطي، وهذا الانسان غيكون قريب لك في السن شويه، يعني كبر منك بسنتين 3 سنوات، يعني ماشي كبير لك بزاف، وهذا الانسان غيكون فيه خير ليك وغيبغي معاك الفرح، انك ديجا عرفتي رجال ومشاو بدون سابق انذار. فهنايا غادي يبان الراجل المناسب وغيكون زواج. الاستقرار كاين عندك، ولكن ماشي من ولا، ماشي اي واحد تقدي انك تجي وتزوجي به. ما خاصكش اللي يعصبك واللي يمرضك واللي ينغص عليك الحياه ديالك. فرق بينك وبين العائله ديالك او خوتك او الناس اللي قراب لك، فرق كبير. انت اللي خديتي الخبيزه وانت اللي خديتي البركه. ستريها بمستر الله وخليها تكبر، وخلي رزقك بين يديك، وسدي فمك وسكتي على ما فيك، وستري احلامك راه غتكون تحقيق فيها. كتبي الاحلام ديالك، اللي كتبتيها بحال عاودتيها. من مورا كل حاجه كتكتبيها كتعاودي تحلمي وكتعاودي يجيوك ارشادات، لان كاينه فيكم اللي كتنسى الحلم ومره كتعقل عليه. حاولي ما امكن ان شاء الله بحول الله في هذا الوقت بالضبط ديال هذا الاخر ديال شهر 10 تحاولي ما امكن انك تحافظي على الصمت ديالك وعلى الهدوء ديالك، لان شهر 11 شهر 12 غيكون عندك اشغال بزاف. وهنا كيبان لي بحال غتمشي للدونتيست، غتمشي دوزي لفمك تشوفي شنو دارك شي حاجه، او غضرك الدرسه او حاجه غضرك. فهنا علاش قلت لك غيكون عندك بزاف ديال الاشغال اللي منهم طبيب اللي غير عادي، دوزي على عينيك شي امور اللي عاديه اللي ما فيهمش خطر عليك، ولكن غيكون عندك بزاف ديال الامور ما تقضي. حاولي هاد الفتره ما امكن انك تهدني ترتاحي، تاخدي يعني مهدئات، شي حاجه اللي طبيعيه اللي باش تنسي مزيان ترتاحي. ان من مورا هادشي غيكون عندك اشغال وعندك اوراق، عندك محامي، عندك محكمه اللي غادي تغيري الامور ديالك خصوصا الماديه. اما بالنسبه لنا كاين فيكم اللي واقفه على طلاق، او انسانه اللي واقفه على الطلاق مع انسان هو بيض، ولكن بحال ولا لون البشره ديالو تغمق بسبب الشمس. فهاد الانسان كاينه مراه كبيره مراقباه تابعاه يعني باسحار، فهي اللي وصلتكم طابله المخزن، وكاين عندكم جوج ديال التريكه. فهادو بالضبط ان شاء الله بحول الله ما غيكونش طلاق، غتوقفي المحكمه وكل شيء، ولكن غيتم الرجوع بينك وبين هاد السيد هذا، ومن موراها غيعاود يكون حمل باذن الله بطبيعه الحال. لان انتي ما ديراش في بالك الحمل او تعاودي تحملي، ولكن غادي يجي داكشي مفاجئ، داكشي بقدره الله سبحانه وتعالى. فقط خاصك تعرفي بلي انتي عندك اسحار مدفونه مع هاد السيد هذا ومرشوشه، كيطرشلك في العتبه، كيطرشلك في البيت ديالك. فبطبيعه الحال كيطراو غير مشاكل اللي كتخليكم نتوما ديما كتضاربوا وكتوصلوا للمحكمه او وصلتوا لهاد الطلاق. فكاين رجوع، فسخي، عالجي، داوي راسك شويه، رقيه، عالجي دارك بالقران والرقيه الشرعيه. راه كاين رجوع بينك وبين هذا السيد هذا، خصوصا الا جبتي ماء البحر وصيقتي به قدام العتبه وصيقتي به الدار، وراه ان شاء الله كاين رجوع. هذه القراءه ديالكم البنات البيضات، كنتمنى من الله تكون عجبتكم، تكون وصلتكم الطاقه، وصلتكم القراءه باذن الله. ان شاء الله بحول الله غنلوح البشره السمراء. يصبروا عليا، سمحوا لي كنتعطل عليكم بزاف. فان شاء الله بحول الله غنتبع لكم تقريبا الى غبرت نهار، راه الغد لي ضروري غادي نحط لكم فيديو. وكنبغيكم بزاف، خليو لي لايكات ديالكم فقط للتذكير وكومونتيرات، وخليو لي نوع القراءات اللي بغيتو، الابراج ديالكم، لان حتى في الابراج ماشي ضروري ندير برجك، وانما حتى في الابراج كيتنفعوا مع الحنطيه، مع البيضه، مع السمراء. فخليو لي البرج ديالك، خلي لي طاقتك او باش حسيتي او شنو نوع القراءه اللي بغيتي نحط لكم. وانا بطبيعه الحال ما ليا غير نلبي الطلب ديالكم اكيد. ومرحبا بكم وشكرا لكم. وباش تزيد تكبر القناه وتزيد القناه تطلع، بارطاجيو الفيديوهات، حطوا يعني لايكات. الشورت اللي كنحط لكم فيه موسيقى او كنحط لكم فيه
فيه مثلا يعني قراءة صغيرة أو رسالة أو حاجة، فكتبوا لي فيه يعني كومونتير شنو بغيتو، وان شاء الله بحول الله انا عليا غننفذ لكم الطلبات ديالكم وعلى الراس والعين. واللي بغى قراءة خاصة يتواصل معايا في الخاص، ومرحبا بكم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.